خلي بالكم في اهداف حلوه كتير قوي كانت في الاسبوع ال 19. خليني ابدا مع سامي الشيشيني. احلى هدف انا شايف ايمن حفني واحمد الشيخ. في هدف حلو قوي برضو لو تفتكر، جيروموايا اللي عملها بليسنج كده في الزاويه البعيده. عملها بتاع اسوان في ماتش طنطا. بس انا احمد الشيخ كانت راجعه له وحطها بشكل، ايمن حفني راوغ وحطها في البعيده. طيب هكمل معاكم تاني، يعني افضل هدف وافضل لاعب ومدرب وحارس مرمى ومدافع وحكم وفريق. لكن خلينا ارجع تاني للكابتن طارق يحيى. ولحقت يا كابتن تخلص المؤتمر الصحفي؟ لا على طول، ما خدناش حاجه يعني، على طول وخلاص. طيب بقول يعني النهارده عملت جيم كويس، وماتش كان صعب على الزمالك مش سهل، ويعني بقول لك هارد لك على النتيجه، لكن مبروك على الاداء الشكل الكويس اللي ظهر بيه طلائع الجيش. والله يا كريم الحمد لله، بقول الحمد لله الشكر لله اولا. يعني انا قلت للولاد اولا مسا عليك وعلى ضيوفك سامي وشادي ومين جمال حمدي جيمي، بس عليك يا حبيبي. المباراه صعبه، الزمالك طالع من الخساره. وانا قلت للولاد ان نادي الزمالك هيبقى اكتر شراسه واكتر ضراوه من اي مباراه ثانيه، لان هو مضغوط ولعبته مضغوطه بشكل كبير بعد الخساره من الانتاج الحربي، والاداء اللي هو غير مقنع شويه مع ماتش الاولمبي على حسب الاقوال اللي طلعت من داخل نادي الزمالك. فقلت نمره واحد يا جماعه لازم نصدر القلق لعيبه الزمالك بان احنا نجيب جول. لازم تبدا انت الزمالك ما يبداش يجيب جول، وده اللي حصل. بس للاسف بعد الجول احنا يعني ما كانش عندنا العزيمه في انك انت تراقب المفاتيح اللعب اللي انا قلنا عليها، وخاصه في الكور الثابته. يعني حتى الكورنر لما اتلعب وراح لايمن حفني كان لازم حد يضغط على ايمن اكتر من كده، سابوه والراجل طبعا عنده مهاره وحطها. الهدف الثاني طبعا انتوا تشوفوه في الاستوديو، هو في شك ان الكوره جت في ايد باسم، او باسم عملها بايده يعني. الناس قالوا انها ايمن حفني. الجول الثاني خدناش بالنا، نشوفها تاني كده نحاول نعيدها. الجول الثاني طبعا كنت اتمنى ان الماتش الشوط الاولاني يطلع 1-1. هتنزل الشوط الثاني انت متعادل، في قلق لعيبه الزمالك غير ان هم كسبانين، لكن الحمد لله بفضل الله عملنا 3 سيناريوهات. السيناريو الاول 4-3-3 اللي هو العادي. السيناريو الثاني لعبنا 4-2-3-1. في الاخر خالص لعبت 4-2-4. يعني خلاص بقى لما لقيت الزمالك بيتراجع والتغييرات طبعا الناحيه الثانيه في المقابل كانت دفاعيه شويه، فقدرنا نضغط على لعيبه الزمالك ووصلنا للمرمى في كورتين. لو في متابعه المظبوط من داو او من هسامي الفيرود اللي نزل ثاني كان من الممكن جدا الكوره من دول تحصل هدف، لكن طبعا المتابعه كانت سيئه جدا من عندنا اللي هي الكورتين اللي ردوا من الشناوي. لكن انا زي ما انت قلت يا كريم انا راضي على الاداء شويه. صحيح النتيجه مش في صالحنا، لكن بقول الحمد لله انت بتلاعب تيم الزمالك برضو تيم كبير وعنده لعيبه مميزه، وعنده النهارده لعب بكل اوراقه. يعني الزمالك النهارده بادئ بكل المهاجمين اللي عنده او كل لعيبه باستثناء باولو ومحمد ابراهيم. بس الحمد لله والشكر لله، الحمد لله على كل حال. هتواجه الزمالك انت تاني، هتلعب مع طلائع الجيش انا عندي الزمالك هتلعب مع المصري، وبعدين الزمالك 7 مارس. الزمالك 7 مارس المؤجل، وبعدين الزمالك كاس مصر لو كسب الحرس بالظبط. تعليقك ايه ان انت تلعب الزمالك كتير كده خلال فتره قليله؟ والله اهو يعني نصيبنا وقدرنا والحمد لله. يعني الماتش النهارده ما طلعش الزمالك افضل مننا بكتير، انه كان هيأثر على اللقاءات اللي جايه نفسيا على الاقل. لكن انت وانت طالع كده ومرفوع الراس فده ممكن جدا يبقى في وطبعا الكباتن الكبار اللي عندك يعرفوا الكلام ده. لما تبقى انت خارج وانت مرفوع راسك كده وعامل ماتش كويس ومهدد الزمالك، هيبقى عندك القدره انك انت في ماتش الكاس او في ماتش الدوري اللي جاي ان انت تعمل افضل من كده. اديك انت لعبت الزمالك وانت جاي من 20 يوم ما فيش ماتشات، الزمالك لعب 3 ماتشات رسمي سواء السوبر او الكاس او الدوري مع الانتاج، فهم بدنيا من حيث لياقه الماتشات افضل منك. لكن النهارده الحمد لله بان الشوط الثاني ان احنا افضل بدنيا على الاقل. صحيح ما سجلناش غير جون، لكن افضل بدنيا واحده انتشارا. فان شاء الله باذن الله ده يدينا دفعه معنويه في الماتشين الجايين اللي هم اسماعيلي مصر، ان احنا نعمل نتيجه طيبه، ثم نخش على الزمالك نعمل نتيجه برضه طيبه، ثم الكاس نعمل نتيجه طيبه ان شاء الله. اتمنى هذا، واتمنى الاولاد يبقى عندهم القدره ان هم يعرفوا كويس قوي ان هم قدروا ان هم النهارده يتغلبوا على الزمالك في معظم فترات المباراه على الاقل الشوط الثاني كله. يعني الكباتن في الاستوديو اكيد بيحللوا عارفين ال 45 دقيقه يمكن كنا احنا افضل بكتير، يعني افضل بكتير جدا هو اجمالا بالنسبه للاداء. لكن انت بتلاعب برضه تيم عنده خبرات، عنده قدرات فرديه عاليه،
جهاز فني محترم، يعني كل الكلام ده كله انت بتقابله برضه انت في الملعب. لكن انا عموما بشكر لعيبتي على الاداء وبقول الحمد لله والشكر لله. لو كان بس الجون الثاني ده لو انتوا عدتوه عندكم شفتوه، لكن بقول الحمد لله والشكر على كل شيء. الحمد لله. ان شاء الله. هارد لك يا كابتن طارق، ويعني بالتوفيق لحضرتك ان شاء الله في الماتشات القادمه. كابتن طارق يحيى المدير الفني للفريق طلائع الجيش. طيب نرجع تاني